السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. الآن في هذا البث العاجل، نظرا لتسارع الأحداث بشكل كبير وغير منطقي في الجوار الأفريقي، وتحريك كل من البنين ونيجيريا قواتها المسلحة نحو النيجر مع تغطية جوية من طرف القوات الفرنسية، هذا معناه أن التدخل سيكون خلال الساعات القادمة هذا اليوم. وساعة الصفر هي لما تلتحق دولة ثالثة من دول الإكواس لتعزيز خطوط الإمداد. وقد أعلنت منذ قليل الساحل العاج التحاقها بكل من نيجيريا والبنين، وهذا لأن الخطة المعدة أن هذه الحرب ستكون سريعة، وأن لا تتعدى ما بين 3 إلى 7 أيام كحد أقصى، وإلا فهو الجحيم المستنقع الإفريقي الذي سيؤدي إلى حرب شاملة وسقوط العديد من الحكومات واشتعال الحروب القبلية داخل هذه الدول. إنها سياسة الأرض المحروقة، مما سينتج عنه موجات هجرة هائلة نحو دول شمال أفريقيا مثل الجزائر، تونس، المغرب، وحتى ليبيا ومصر. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، وعليه نأتي للنقطة الثانية: المخطط الخفي لفرنسا المعد لدول شمال أفريقيا. معلوم أن فرنسا عرابة الربيع العربي في ليبيا، وهذا النموذج ذاته استعمل في سوريا واليمن، الهدف منه القضاء على الجيوش الوطنية أو إنهاكها في حروب هامشية على الحدود ضد الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مما يحدث حالة لا استقرار في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إذ الهجرات الآتية من الدول المأزومة ستولد ضغطا متزايدا على الدول المستقبلة ومسؤوليات إضافية من أجل الاستقبال والإيواء والرعاية والاستقرار. وهذا مع مرور الوقت سيؤدي إلى تغيير في النسيج السكاني لهذه الدول، مما سيخلق مشاكل جديدة قد تهدد الأمن القومي لها، وهذا ما تسعى إليه فرنسا في المنطقة منذ 2011. وهنا يأتي الدور على الدول المجاورة للنيجر، والتي أعلنت حيادها وعدم تدخلها أو المساهمة في هذا العمل العسكري ضد النيجر، أن تركز على العمل السياسي وتكثيفه بأعلى ما يكون خلال 48 ساعة المقبلة، وأن تتحرك أيضا عبر الوسائل الدبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة حتى توقف المخطط المعد لهذه المنطقة، والذي سيكون وبالا إن نفذ كما تريده فرنسا، التي ترى بأن أيامها صارت معدودة في القارة الإفريقية، فهي تعمل بمبدأ شمشون الجبار علي وعلى أعدائي. حفظ الله أوطاننا جميعا مما يحاك ضدها، وإلى لقاء آخر. الأستاذ جعفر يوش يحييكم من قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.